عايزك تخلي الضحك عادة مش صدفة، ويلا بينا نسمع أحلى نكت مضحكة جديدة هتموتك من الضحك. واحد أعصابه تعبت جامد فراح للدكتور، قال له يا دكتور أعصابي تعبانة، فالدكتور راح مديله منوم. فالراجل مشي وبعد فترة رجع للدكتور، قال له الله يبارك لك يا دكتور، المنوم اللي انت كنت بتدوني كان جامد وزي الفل. الدكتور قال له كنت بتاخد كام حباية في اليوم؟ الراجل قال له ولا حباية. قال له ازاي؟ قال له كنت بديهم لمراتي. حمار شاف حصان، قعد يقول بينه وبين نفسه كده مش كنت كملت ثانوية عامة؟ واحد رجع في كلامه خبط في اللي وراه. واحد بخيل دخل في حيطة قعد ينزف دم. واحد شافه قال له اطلب لك الإسعاف، قال له لا، شوف حد يشتري الدم. واحد كسول قوي دخل الامتحان، القلم وقع منه قام مسلم الورقة وماشي. محشش خالته خلفت عيل من غير ودان، فامه قالت له روح يا تبارك لخالتك بس اوعى تجيب لها سيرة عن ودان ابنها علشان مشاعرها وما تزعلش. المهم راح لخالته قال لها الف الف مبروك يا خالتي وبارك لها وكده. قال لها بس اهم حاجة تكتروا من عصير الجزر. قالت له اشمعنى عصير الجزر؟ قال لها عشان نظره ما يضعفش. قالت له يا اخويا لو على نظره سهلة نركب له نضارة. قال لها ما انتوا هتركبوا النضارة على ايه؟ بيقول لك مرة واحدة قصيرة دخلت منسى يربح المليون، قبل ما تقعد على الكرسي طلبت مساعدة الجمهور. واحد غبي اشترى جزمة ضيقة، فصاحب المحل قال له هتتعبك أول يوم وتاني يوم، قام لبسها تالت يوم. واحد محشش راح عزا واحدة حلوة، فسمع الشيخ بيقول اذكروا محاسن موتاكم، فراح قايل الله يرحمها كانت صاروخ.